ده موبايل من ريلمي، وريلمي نزلته عشان تنافس في فئة سعرية معينة. الموبايل ده ببطارية 7000 ملي امبير ومقاومة للصدمات ومقاومة ماء اي بي 69 كي واي بي 68. الموبايل ده وهو الريلمي سي 85. وهقول لك هل الموبايل ده يستحق الشراء ولا لا، وامتى تشتريه وامتى ما تدفعش فلوسك فيه. بس لو لسه مشتركتش في القناة، اكيد اشتراكك دعم لينا، ويلا بينا. اما بقى بالنسبة لتصميم الموبايل جاي بخامات من البلاستيك، ودي حاجة متعودين بيها في الفئة السعرية. لكن التموجات دي والظهر الصراحة ما بيبصمش خالص معاك، ومش هتحس معاه بأي تبصيم. والميزة دي بيحبها الجماعة اللي بيستخدموا الموبايل من غير جراب. وعندك الإطار ده بالشكل ده كده، لأ مدي لمسة جمالية للموبايل، وأصلا مسكة الجهاز كده ماسكة مريحة، ما تحسش فيه بأي حاجة. والبصمة زي ما حضراتكم شايفين جاية في زرار الباور، وانتم شايفين سرعتها. يعني هي اوبو وريلمي صراحة كبصمة وشبكات، انا دايما اوبو وريلمي شبكات وبصمتهم كويسة. بس خلينا نكمل التصميم. الموبايل جاي هنا بشهادة مقاومة ماء وغبار اي بي 68 واي بي 69 كي لعمق 6 متر لمدة 30 دقيقة، ودي شهادة عالية شوية في الفئة السعرية دي. بس مش كل حاجة الشهادة ومش كل حاجة المقاومة. بس انا هقول لك خلال الفيديو ده امتى تشتري الموبايل ده وامتى ما تشتريش الموبايل ده. والموبايل ده على فكرة فيه لمسة جمالية كده، تعالى موضحها لك. شايف الشكل ده او الفلاش لايت اللي ورا ده اورا لايت؟ كان اول ما عملوا فيفو كان بيسميه اورا لايت، شركة فيفو. الميزة دي بقى من خلالها تعالى موضح لك كده، واحنا بنستخدم الموبايل ممكن من خلالها تعمل لها اللون اللي انت تحبه، يعني تغير اللون بالشكل ده كده. دقيقة واحدة، ادي لون تاني، ادي لون تالت، وبالشكل ده كده. لكن الميزة الجامدة بقى ان انت ممكن هنا تاخد ايه، تاخد التطبيق تعمل لها الاشعارات وتأثير الإضاءة من تطبيقات معينة. وليكن مثالا هنعمل مثال مع بعض كده، مش هضيع وقتك ولا حاجة، بس ده اليوتيوب. وهتضغط هنا بالشكل ده وهتعمل ان اليوتيوب مثلا يعمل لك إضاءة حمراء لما يجي لك إشعار من اليوتيوب. وبكده انت وانت ماسك الموبايل ممكن تقدر تحدد الإشعار جاي لك من الواتساب او جاي لك من اليوتيوب او جاي لك من اي تطبيق بتكون انت محدد له لون. ودي ميزة بصراحة انا شايفها في واجهة الموبايل ده ميزة جامدة بالنسبة لميزات الموبايل ده. وشاشة الموبايل هنا بصراحة هي اي بي اس. ودايما انا ليا فيديوهات بتكلم عن موبايلات اعتمادية، ويعني ايه اعتمادي ده هسيبهولك في الفيديو تحت. يعني ايه اعتمادي، وانا بعمل في فيديو حاليا لفئة سعرية معينة من الموبايلات الاعتمادية. بس خلينا نكمل. شاشة الموبايل ده اي بي اس بحجم 6.8 بوصة وبدقة اتش دي بلس. وطبعا الدقة دي منعكسة على توزيع البكسلات، يعني لان دايما الدقة بترد معاك في توزيع البكسلات او بتنعكس على توزيع البكسلات. وهنا الموبايل هيوزع معاك بكسلات 254 بكسل لكل انش. والشاشة جاية هنا بسطوع 1200 نيتس، لكن بصراحة الشاشة مش هيقابلك معاها اي مشاكل تحت اشعة الشمس، وهتسد معاك وهتكون كويسة خالص في تجربتها تحت اشعة الشمس. لكن هنا التردد جاي ب 144 هرتز. وهنتكلم على تردد الشاشة ده قدام في نقطة المعالج والأداء، لأن ال 144 هرتز أنا عندي تحفظ عليها. هي الشاشة نفسها بتدعم ال 144 هرتز، لكن قدام هنتكلم على النقطة دي. قبل بقى ما نكمل كلامنا، لو انت حابب تشتري الموبايل الريلمي سي 85، اكيد بتسمع ليا وبتسمع لحد غيري. خلي بالك ساعات بتبحث بريلمي سي 85 بيظهر لك الريلمي سي 85 برو على اساس ان هو ريلمي سي 85 في ادوات البحث. فدايما ركز على النقطة دي. وانا كده كده في نهاية الفيديو ده هقول لك على الفرق بينه وبين الريلمي سي 85، وهسيب لك برضو مراجعة للريلمي سي 85 برو تحت. وفي نهاية الفيديو زي ما انا قلت لك هقول لك على ابرز الفروقات اللي ما بين النسخه دي والنسخه اللي برو. لكن خلينا نكمل. اما الموبايل هنا وجاي بمعالج من كوالكوم وهو سناب دراجون 685 بمعماريه 6 نانومتر. والمعالج ده بصراحه موجود كتير جدا في موبايلات كتير جدا. انا بقيت شايف ان ال 685 ده اي موبايل حابين ان هو يكون فيه مقاومه جامده ويعملوا بطاريه كبيره بيحطوا فيه المعالج ده. يعني عشان المعالج ده قديم شوية. المعالج ده بالنسبة لي هو مش وحش ومش كويس كفئة سعرية، لكن هو تحسه رخيص شوية، مش رخيص كتمن يعني.
زي ما احنا بنقول كده بارد، معالج بارد ما بيتفاعلش مع الشخص اللي بيتعامل معاه، لكن هو ما بيهنجش في الموبايل. وبصراحة هو معالج متوسط كفاءة سعرية. المعالج ده قديم نسبيا، يعني بمعنى تصفح وسوشيال ميديا هيقدم معاك ومش هيزعلك. لكن لو انت من الجماعة اللي بيحبوا الالعاب كتير وبيضغطوا على الموبايل في بابجي مثلا، هو يلعب معاك بابجي على 40 فريم، دي ممكن حاجة تختلف معاك مع التحديثات، لكن هو حاليا بيلعب على 40 فريم. لكن هو في الألعاب الخفيفة، يعني في المواصلات حاجة زي كده، هتلعب صابواي مثال، الحاجات دي كلها انت هيأدي معاك وهيلعب معاك بشكل كويس. تعال بقى نقطة التردد ال 144 هرتز، هي نقطة تحسب للشاشة، لكن المعالج نفسه مش هيدعم ال 144 هرتز، لكن هي نقطة بالفعل تحسب للشاشة. بمعنى كده ان الشاشة هنا لا ادائها كويس، والشاشة هنا مش هتزعلك خالص. اما كاميرات الجهاز هنا بقى بصراحة كفاءة سعرية، كاميرات هنا محيرة جدا في الحكم عليها. ليه بقى؟ الكفاءة سعرية، انا عشان احكم على اي اداء كاميرات دايما بشوف هو في اي فئة سعرية. هنا بقى الكاميرات دي اللي انت تقدر تقول عليها مش وحشة ومش كويسة. بمعنى ايه مش وحشة ومش كويسة؟ الموبايل هنا هيقدم معاك كتصوير. تعال اما نشوف دي صورة ايه، وخدناها بالشكل ده كده والتفاصيل ظاهرة معاك بسم الله ما شاء الله. الموبايل هنا مع لانه جاي بكاميرا رئيسية 50 ميجا بكسل وكاميرا امامية 5 ميجا بكسل. انا بقى هقول لك اداء الكاميرات ككاميرات هنا مرضية كفاءة سعرية، مش ممتازة ومش وحشة. لكن الكاميرا الأمامية بالنسبة لي هنا مش الأفضل، لأنها 5 ميجا بكسل تسد معاك مكالمات فيديو واتصال وحاجات زي كده، لكن مش هتسد معاك كأداء مثلا شخص بيحب يتصور أو كده. أما بقى هنا البطارية، فالموبايل ده فيه بطارية 7000 ملي أمبير، ودي نقطة من نقاط قوة الموبايل نفسه. ان هنا 7000 ملي امبير في بطارية بالسعر ده، لا دي نقطة من نقاط قوة الموبايل وتسويق الموبايل. وكمان جاي معاه شاحن سريع بقدرة 45 واط، وكمان الموبايل بيدعم معاك الشحن العكسي بقدرة 10 واط. بمعنى لو عايز تشحن ايربودز مثلا ولا حاجة زي كده، الموبايل هيسد معاك وهيشحن لك. وطبعا معاك 7000 ملي امبير، قريب ممكن نوصل لباور بانك. تعالى بقى اقول لك مميزات وعيوب الجهاز. بس قبل ما اقول لك مميزات وعيوب الجهاز، اكيد لو وصلت لحد هنا اكيد هتعمل اللايك، عشان اكيد لايكك بيدعمنا، يعني ما تكونش سرحان ونسيت تعمل لي اللايك. فيلا بينا نقول سعر الجهاز الاول قبل مميزاته وعيوبه. الجهاز هنا نازل بنسخة 8256، دي سعرها حاليا 10200 جنيه، بما يعادل تقريبا 195 دولار 190 دولار. لكن انا حابب انوه دايما وبقول الكلمة دي في كل فيديوهاتي، الموبايل الاسعار دايما مختلفة، لان الظروف اللي احنا بنمر بيها حاليا كل يوم وليها اسعار، وكل يوم الاسعار متغيرة. اما بقى خلينا نقول مميزات الجهاز قبل عيوبه، علشان لو انت هتشتريه، وهقولك في النهاية امتى تشتري الموبايل ده وامتى ما تشتريش الموبايل ده. هنا البطارية 7000 ملي امبير مع الشحن ال 45 واط، بالنسبة لي انا ميزة من مميزات الموبايل ده، بطاريته هتأدي معاك ومش هتزعلك خالص. والشاحن 45 واط شاحن سريع، ومقاومة الهاتف للصدمات ومقاومة الماء. شهادة اي بي 69 كي واي بي 68. لا بالنسبة كفاءة سعرية الموبايل ده اقدر اصنفه لك ان هو موبايل اعتمادي. اما بالنسبة بقى لعيوب الجهاز، دقة الشاشة بالنسبة لنا دقة منخفضة في الشاشة. بمعنى دقة الشاشة، مش الشاشة كويسة، لكن دقة الشاشة نفسها مش هي الأعلى في الفئة السعرية. والصوت في الموبايل ده مونو، تعال نجربه مع بعض. هو الصوت بيعلى معاك بيوصل معاك، الصوت هنا ممكن بيعلى معاك ل 400%، لكن لما بيوصل 400% بيكون على حساب جودة الصوت. ال 400% هنا بيكون على حساب جودة الصوت. اما بقى الكاميرا الامامية هنا ادائها متواضع. الكاميرا الامامية هنا هي مش الافضل في الفئة السعرية دي، وادائها متواضع من خلال التجربة. وبالنسبة لنا بقى العيب ان هو مفيهوش NFC، ما بيدعمش خاصية NFC. وتعالى بقى اقول لك على خلاصة الجهاز. خلاصة الجهاز ده نفسه هو الريلمي سي 85 برو، هو نفس المعالج اللي موجود في الريلمي سي 85 برو. ودي هقول لك على ابرز الفروقات اللي ما بينه وبين النسخة اللي برو، عشان تقدر تحدد وتدفع فلوسك في اي جهاز منهم. لكن هنا الشاشة اقل من البرو، والكاميرا السيلفي هنا اقل من النسخة اللي برو. لكن لو عايز موبايل اعتمادي بقى، الموبايل ده انا بالنسبة لنا هو موبايل اعتمادي. يعني ايه اعتمادي؟
اعتمادي ده يعني تاخد منه ان هو يعيش معاك، ان الشاشة تكون متوفرة، ان قطع الغيار تكون متوفرة. دي بالنسبة لنا نقاط من نقاط الاعتمادية. بالنسبة لنا الموبايل ده اعتمادي، لكن لو حابب اداء في الالعاب واداء عالي جدا، لا انا هقول لك الموبايل ده لا. انما انت لو حابب مقاومة ماء ومقاومة صدمات، هقول لك الموبايل ده يسد معاك ومش هيزعلك خالص. وانا كان عندي فيديوهات بتكلم فيها عن الاعتمادية، يعني ايه اعتمادية، وهسيب لك الفيديوهات دي في الوصف. وانا حاليا بعمل سلسلة معينة من الهواتف الاعتمادية في كل فئة سعرية. الموبايل ده انا هرشحه من ضمن فئة سعرية معينة. اما بقى لو حابب تاخد اداء اعلى وتتنازل عن مقاومة الصدمات والمية، هتروح للانفينكس هوت 60 برو او السامسونج اي 17. معظم الموبايلات حاليا ال 685 اللي هو سناب دراجون 685، انا عامل لثلاث موبايلات منهم مراجعة ومجمعها مع بعض. للموبايلات اللي اقل من 10,000 جنيه برضه هسيبها لك تحت. ولو وصلت لحد هنا، اكيد لو عندك اي استفسار سيبهولي في كومنت، وما تنساش لايكك، اكيد دعم لينا.